في مصر، وهي الأغلبية الكاسحة في المجتمع، الكتلة الغاطسة كما يقول الدكتور رشدي سعيد، تعاني كل يوم ويزداد فقرها، والقطاع الموجودين تحت خط الفقر يزداد اتساعا بحكم الأرقام العالمية التي تتحدث عن يعني غالبية الشعب المصري الآن يقع تحت خط الفقر. الأوضاع الاقتصادية التي يعني لا تتقدم يعني مثقال ذرة. هل التيار الشعبي لديه يعني في حالة الإحساس بخطر أكبر على الأوضاع الاقتصادية في البلد؟ يعني هل أنتم جاهزين لتعاون ما تحطوا إيديكم في إيدين السلطة القائمة للإنقاذ الاقتصادي وبعدين نؤجل معاركنا السياسية، ولا أنتم شايفين الاثنين مرتبطين؟ لا يعني هو طبعا نحن جاهزون للتعاون من أجل أن يصل حق المواطن إليه، ومن أجل أي فائدة تتحقق للمواطن المصري. حتى في حوارنا مع صندوق النقد الدولي أكدنا، وأكد الأستاذ حمدين صباحي في المؤتمر الصحفي، أننا لا يمكن أن نقف حجر عثرة أمام أي مكسب يمكن أن يؤدي إلى يعني دعم المواطن الفقير في مصر. وبنفس القدر لا يمكن أن نوافق على أي شروط تظلم القطاع الفقراء والكادحين في مصر، وهم الأغلبية ونحن منهم بالمناسبة يا أستاذ سالم. نعم. كويس. فهم لو كانوا جادين في تبني يعني أجندة العدالة الاجتماعية، وهي المطلب الرئيسي من مطالب الثورة والمحرك الرئيسي لكل الثورات الحقيقة. خلي بالك يعني في حتى مثل صيني يقول لك البطون تحرك التاريخ. الاقتصاد والقوى الاجتماعية الواسعة، القوى الشعبية والقوى المهمشة صاحبة مصلحة دائما في تغيير الأوضاع إلى أفضل حتى تستمتع نعم. بحق الحياة. أنا مبسوط من كلمة إن أنتوا جاهزين للمساعدة اقتصاديا، وإنه يعني أي خلاف سياسي لا يمنع من إن إحنا نكون يعني في كل خير يجي للبلد نكون معاه. بشكرك شكر جزيل دكتور علي عزازي. يعني من كل الزوايا لو نلاحظ يعني إيجازا كده يعني اختصار هذا المشهد، انه آراء الاقتصاديين متضاربة، لكن هناك تفاؤل لدى الحرية والعدالة، وهناك تصورات إيجابية لدى بعض الناس حتى الذين هم على هامش الحكومة، بأن انه حتى لو في خطر يبقى الخطر ده تأجل 6 شهور. المطلوب مننا لو بنحب البلد يعني ان ال6 شهور دول احنا السلطة تنهي فيها كل المشاكل السياسية اللي موجودة في البلد، وتسعى إلى ترتيب الأوضاع على نحو يضمن أن كل الشركاء في الثورة وكل الشركاء في العمل السياسي يكون لهم نصيب حقيقي من الرأي ومن